السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده. زي النهارده من 23 سنه عبد الغني اتولد 25/12/2001. بمناسبه المناسبه السعيده دي وبما اننا مقبلين على سنه جديده، فان شاء الله في الفيديو ده هنقول لكم خبره 23 سنه. يلا بينا نبدا. كل ما الدين بقى حاجه ثانويه في حياتك، كل ما زادت صعوبه الحياه وصعوبه الايام اللي انت بتمر بيها، وكل ما زاد حزنك واكتئابك واحباطك. الانطلاق من المركزيه الالهيه وراحه نفسيه وراحه بال، وتسبب لك سعاده بكل تاكيد. الفلوس والاولاد والبيزنس والزوجه، الحاجات دي كلها ما هي الا متاع في الحياه الدنيا، حاجات زائله ممكن نربطها بالهدف الكبير وهو الاخره. افتكر ان الهدف القوي هو الهدف اللي مرتبط بالاخره. مش مهم سعي بقدر اهميه السعي في الطريق الصح، وده بيتطلب منك معرفه بنفسك، تعرف نفسك وتعرف مميزاتها وتعرف نقاط قوتها ونقاط ضعفها. مفيش حد بيقدر يطور من نفسه غير لما يكون عارف نفسه كويس. كلنا بنسعى وربنا بيوفقنا في الطريق اللي احنا ماشيين فيه. كل ما علينا هو السعي، والنتيجه ديت حاجه بتاعت ربنا. الاخلاص والاحسان في الشيء حاجه مهمه جدا وعامل كبير جدا من نجاحك في اي حاجه. المهم انك انت تسعى وتعمل حاجه باخلاص، واكيد ربنا يفتح لك ابواب كتير جدا. النجاح، مفهوم النجاح بيختلف من شخص لشخص، ولكن بكل تاكيد الشخص الناجح هو الشخص اللي عنده مثابره وعنده نفس طويل جدا وبيتعلم من اخطائه ودايما بيطور من نفسه بشكل مستمر. النجاح ما هواش النجاح في حد ذاته، ولكن النجاح هو الاستمرار على النجاح. لو النجاح بالنسبه لك الفلوس ووصولك للفلوس، ما هواش النجاح، ولكن النجاح فعلا انك لما توصل للفلوس تقدر تحافظ على الفلوس. ده بقى على كل الاصعده، فلوس، زوجه، بيت، اولاد، ايا كان الهدف بتاعك، المهم انك انت تحافظ على النجاح ده. كل واحد وليه الطريق الخاص بيه، ركز في طريقك انت، مالكش دعوه بطريق اي حد تاني. اي حد تاني ليه ظروفه وليه حياته الخاصه بيه، وانت هكذا برضه ليك حياتك وظروفك الخاصه بيك وتجربتك الفريده من نوعها. الشخص الناجح هو اللي بيستمر في الطريق اللي ماشي فيه ايا كانت الظروف، ايا كانت الصعوبات اللي هيقابلها. البقاء دايما اللي نفسه اطول واللي يقدر يستمر ويطور من نفسه بشكل مستمر. مفيش حد اتولد كبير، الشخص ده كل اللي عمله هو انه بدا من بدري. حاجات صغيره لمده زمنيه طويله بتؤدي الى نجاح كبير جدا، وده كونسيبت بناء العادات. consistency is the key. الاستمراريه هي المفتاح. اي نجاح بتشوفه حاليا هو عباره عن بدايه وتطوير بشكل مستمر واستمراريه على فتره زمنيه طويله. الاستمراريه هي اللي بتوصل للنجاح والتطور اللي انت بتشوفه ده. practice makes perfect. الممارسه بتؤدي الى اتقان الشيء. تجمعك لمعرفه كبيره جدا عمره ما يغنيك وعمره ما يخليك جامد في الحاجه اللي انت عايز تتعلمها. مارس كتير. اي نصيحه في الحياه هي نصيحه وتجربه شخصيه، فصحه النصيحه لا تعني مناسبتها ليك انت ولظروف حياتك انت، فمش كل النصائح بتنفع لكل الناس. اي حاجه في الحياه متوقفه على رده فعلك انت تجاه الشيء ده. السوشيال ميديا والانترنت، فلوس والزوجه والاولاد، كل حاجه في الحياه ليها بوزيتيف سايد وليها نيجاتيف سايد، كله متوقف على كيفيه تعاملك انت مع الحاجه دي. لو عايز تنجح اعرف ان في دوشه حواليك كتير جدا، ولازم تكون عارف ان في محبطين كتير جدا طول الطريق بتاعك. افكس للناس ديت وركز على طريقك. الطريق طويل وهيكون شاق، عشان كده مش اي حد بيوصل للنجاح. اللي مستعد ان هو يضحي ويبذل مجهود في سبيل الهدف اللي هو عايز يوصل له والنجاح اللي هو عايز يوصل له، هو ده الشخص اللي بيوصل فعلا. الحياه فيها انواع كتير من البشر، فيها المتفائلين وفيها المتشائمين، فيها المحبطين وفيها المشجعين والمحفزين، فيها السعداء وفيها الحزناء، فيها كل انواع البشر. انت اللي بتتحكم في تاثير الناس ديت عليك. حاط نفسك بناس ايجابيين وناس سعداء وناس متفائلين. البيئه المساعده عليها عامل كبير جدا من نجاح اي شخص. مفيش نجاح بالساهل، اي نجاح يحتاج له مجهود ومثابره واستمراريه وانضباط والتزام وعادات، فمفيش نجاح بيحصل مصادفه ولا بيحصل حظ. الشخص الناجح ده هو شخص دفع الثمن، مش اي حد بيستعد ان هو يدفع الثمن ده. ما تنبهرش بالصور ممان. معظم الصور اللي انت بتشوفها على السوشيال ميديا هي صور فيك. الاشخاص اللي انت بتشوفهم دول عاديين جدا، ولكن ربنا كتب لهم الشهره بشكل ما. ايوه هم ممكن يكونوا ناجحين، ولكن مش بالليفل اللي انت حاطه في دماغك او اللي انت متصوره ده. احنا مش بننجح بنفسنا، احنا بننجح بالناس اللي حوالينا وبتوفيق ربنا لينا في الطريق اللي احنا ماشيين فيه. عشان نقدر نقاوم تحديات الحياه ونكمل مسيره الحياه المرهقه، لازم نكون اشخاص متفائلين وناس ايجابيين في حياتنا. ايا كان وضعك المادي والاجتماعي، اشتغل ممان وانت صغير. في حاجات كتير جدا مش هتتعلمها غير لما تندمج في ارض العمل. الاحلام حاجه وارض الواقع حاجه تانية، الكورسات حاجه وارض العمل حاجه تانية. ارمي نفسك وتعلم مهارات كتير جدا وانت صغير. قله الفلوس بتذل، احرص انك انت تكون ثري في يوم من الايام. دي حاجه مش غلط وما هياش حاجه وحشه. الفلوس ما هياش الحاجه الشريره، كل حاجه متوقفه على كيفيه تعاملك مع الشيء ده. الفلوس جزء كبير من السعاده. اشتغل شغلانه انت كارهها، ولكن في نفس الوقت حط جنبها شغلانه انت حاببها، حاجه انت بتستمتع بيها، حاجه بتخرجك عن المود. احيان كتير انت مش بتكون كاره الحاجه، ولكن نظرتك ليها من بره هي اللي بتخليك كارهها، ولكن لما ترمي نفسك فيها فعلا بتلاقي نفسك انك انت حاببها. معالجه الاصول يغني عن معالجه الفروع. رحله انك انت تصارح نفسك وانك تعالج من المشكله الاساسيه حاجه صعبه جدا وحاجه قاسيه على نفسك. لازم يكون ليك الوقت اللي انت بتقعد فيه مع نفسك. قبل بدايتك في اي شيء لازم تكون عارف انت ليه بتعمل الشيء ده. لو اشتغلت في شغلانه ايا كانت ايه هي، اثبت نفسك وخليك جامد فيها. المؤمن القوي خير ومحب الى الله من المؤمن الضعيف. ما تخليكش زي اي شخص، خلي صعب يتم استبدالك. قدم مهارات وقدم قيمه للشخص اللي انت شغال عنده ده، بحيث ان هو ما يقدرش يستغنى عنك. ممن لما تتعب لازم تاخد بريك، لازم تعلم فن الفصلان. لو انت في اجازه استمتع بالاجازه، ولو انت في الشغل استمتع بالشغل. لما تيجي تاخد اجازه حاول انك تفصل فعلا، ما تفكرش في اي حاجه تانية. ممن لما تيجي تفصل لازم تختار التوقيت الصح، ما تتعبش في نص الطريق وتروح موقف. لو في حاجه لازم تخلصها خلصها وبعدين ارتاح. زي ما في الخوازيق
الخوازيق اللي بتطلع في الطريق، برضه في كرم ربنا وتوفيق ربنا في الطريق اللي احنا بنمشي فيه. مهم جدا تراجع نفسك كل فتره، مهم جدا تراجع نيتك وانت ليه بتعمل الشيء اللي انت بتعمله. لما نتسحل في مسيره الحياه ونقعد نتعب ونبذل فيه مجهود كبير جدا بننسى الهدف اللي احنا بدأنا عشانه اصلا. ما فيش حاجه اسمها موهبه، ولكن في حاجه اسمها نقطه قوه ممكن ما تكونش عندك ولكن انت تقدر تتعلمها. ما تعرفش تحكي قصص، ممكن تتعلم تحكي قصص. ما تعرفش تكتب، ممكن تتعلم ازاي تكتب. اي حاجه انت تقدر تتعلمها ايا كانت ايه هي. انك تكون فخور بنفسك دي حاجه غايه في الاهميه، وده مش تكبر خالص. انك تكون فخور بنفسك ده نوع من انواع احترام الذات. انك تكون واثق بنفسك وفي قدراتك اكبر عامل من عوامل النجاح. ثقه وسعي يخليك توصل للحاجه اللي انت عايز توصل لها. كل الناس بتحب الاحلام، ولكن مش كل الناس اللي بتستعد انها تضحي في سبيل الاحلام اللي هي بتحلم بها. كلنا بنحلم بالحياه الكويسه وبالمستقبل المشرق والمنير، ولكن مش كلنا بندفع الثمن لحاجه زي دي. مفيش حاجه بدون مقابل ايا كانت ايه هي. اي علاقه في الحياه هي وين وين سيتويشن. لو انت مش بتقدم قيمه للشخص اللي قدامك عمره ما يكون حريص انك انت تكون ضمن العلاقات بتاعته. حتى اهلك بالمناسبه. الشغل بغض النظر عن المود حاجه اساسيه جدا 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 في الحياه، وبما انك عليك مسؤوليات فانت لازم تشتغل ايا كان مودك. ضريبه النجاح التعب. العلاقات ما هياش حاجه رفاهيه، بل هي جزء لا يتجزأ من الحياه. اتعلم انك انت تعمل علاقات من بدري. ومفيش حاجه اسمها انا شخص انطوائي. بالعكس ابن خلدون بيقول ان الشخص او الانسان كائن اجتماعي بالضروره. كلنا عندنا احتياج لغيرنا، احنا مش قاعدين في كوكب تاني، احنا قاعدين مع ناس، فلازم نتعامل مع الناس ديت. اتعلم ازاي تبني علاقات، لان بناءك للعلاقات هيفيدك بشكل كبير جدا في مسيره حياتك. حاجات كتير جدا بتتوفر بسبب شخص معين انت تعرفه حتى لو علاقتك بيه سطحيه. مفيش حاجه اسمها المثاليه او البرفكشنزم. كل اللي احنا بنعمله ان احنا بنبدا ونطور من نفسنا ونتعلم من الاخطاء اللي احنا بنمر بيها. اي حاجه متطوره انت بتشوفها دلوقتي ما جاتش مره واحده، بل هي مرت بمراحل كتير جدا اتطورت فيها. فكل اللي انت تعمله انك انت تبدا، حتى لو اخطات كتير جدا اللي انت تعمله انك انت تبدا وتتعلم من الاخطاء دي، فبعد كده هتقلل منها. الاصل في الناس هو الخير، ودي حاجه انا مؤمن بها جدا. الناس الشريره والناس اللي مش كويسه ما هم الا اشخاص الحياه شوهتهم وظروف الحياه ارهقتهم وشوهت في مبادئهم واخلاقهم، ولكن لو دخلت جواهم هتكتشف ان هم اشخاص جدا طيبين واشخاص جدا كويسين. فكل واحد فينا جواه الحته الكويسه، الحته الخير. ابحث عن الحاجه ديت وحاول انك انت تطلعها من قلوب الناس الشريره ديت. الناس الشريره هم ناس عاديين زينا زيهم، ويستحقوا انك انت تاخد بايديهم وانك انت تطلعهم من المستنقع اللي هم فيه لو انت هتقدر ولو انت مؤهل لحاجه زي كده. ما فيش تعليم بيخسر. اي تعليم انت بتحتاجه في فتره من الفترات. اي حاجه حرفيا بتتعلمها بتفيدك بعد كده في التجارب اللي جايه في المستقبل. مفيش تعليم ملوش لازمه. مش مهم الاداء بقدر استغلالك المميزات والفيتشرز بتاع الاداه اللي انت بتستخدمها دي. كلنا معانا موبايل، ولكن في واحد قادر ان هو يجيب اقصى حاجه او اقصى امكانيات من الموبايل ده. في واحد بيتصل على الناس وخلاص على كده. في حاجات كتير احنا لما بنبحث بنكتشفها، بنلاقي حاجات قويه جدا. اي حاجه انت عايز تعرفها ابحث عنها، اقرا عنها. لما تقع في اي مشكله اتعلم ازاي تسال جوجل. ليس كل ما يتمناه المرء يدركه. مش اي حاجه انت عايزها هتوصل لها، حتى لو بذلت المجهود الكافي ليها مش هتوصل لها لو ربنا مش كاتب لك ده. فتعلم انك انت تضحي بحاجات كتير في حياتك. عشان تحل اي مشكله لازم تعترف انك انت عندك مشكله اصلا. اعترف ان عندك مشكله، اقعد مع نفسك واعرف الاسباب الاساسيه بتاعت المشكله. بعد كده ابحث كتير وتعلم كتير عشان تحل المشكله دي. واحيان كتير هتكتشف الحلول اصلا لما تقعد مع نفسك. في قوت كان بيقوله البرت اينشتاين، كان بيقول اتس نوت اباوت ام سو سمارت، اتس اول اباوت ان انا بقعد فتره طويله مع المشكله. التحفيز بينبع من البدء. بدايه اي حاجه بتكون بدايه صعبه، ولكن مجرد انك انت تبدا في الحاجه اول نص ساعه او مع نهايه اول نص ساعه تكتشف ان الحاجه ديت سهله او تندمج فيها للدرجه انك انت مش عايز تفصل عنها. اجبر نفسك انك انت تقعد اول نص ساعه. اجبر نفسك انك انت تبدا. ما تتعشمش في اي حاجه. العشم في صاحب او في زوجه او في علاقه حاجه مش كويسه، هتسبب لك احباط لو انت الحاجه ديت ما جاتش. فما تعتمدش ان في حد هينتهي لك يوم من الايام. ما تعتمدش ان في موقف هيحصل هيغير لك حياتك. انت اللي بايدك تغير حياتك. المحتوى التعليمي والمحتوى المفيد كتير جدا، ولكن اللي بيقدر فعلا ينجح هو الشخص اللي عنده قابليه وعنده استعداد ان هو يطبق المعرفه ديت. اتعلم ازاي تطبق المعرفه. ده ودانا الحاجه اللي بعدها، وهي تطبيق المعرفه اهم كتير جدا من المعرفه في حد ذاتها. مفيش كورس بيغير حياه الشخص غير لما هو فعلا يكون عنده استعداد ان هو يتغير. لازم تكون عندك الحاجه اللي بتخرجك من المود، الحاجه اللي انت بتكون مستمتع وانت بتعملها، حاجه بتخليك تنسى كل مشاكل يومك. الظروف بتبين معادن الناس، والصاحب الكويس هو الشخص اللي يتقبلك وقت الزعل ووقت الضيقه بتاعتك. لما تكون متضايق وتعمل تصرف غلط يتقبل الضيقه ديت وما يفهمكش غلط. الشخص اللي عنده استمراريه هو الشخص اللي مش بس وقت ما يكون متحمس ومبسوط يستمر. واللي فعلا قوي هو الشخص اللي لما يكون مرهق وتعبان وما عندوش طاقه فعلا يجبر نفسه ان هو يستمر. خلال رحلتك في الحياه خلي بالك من نفسك. مفيش حد ياخد باله منك. الحياه جدا مرهقه، فخلي بالك من نفسك وخلي بالك من صحتك النفسيه والجسديه، لان مفيش حد بينفع حد. وزي ما بيقولوا بالمصري اللي بياكل على ضرسه بينفع نفسه. مفيش حد فاهمك زي نفسك. حتى اهلك مش فاهمينك ومش عارفينك بشكل كامل. انت اللي عارف نفسك بشكل كامل. انت اللي تملك المعرفه دي،
وانت اللي على اساسها تقدر تاخد قرارات تكون عارف انها هتفيدك في حياتك. انت المتحكم في مصير نفسك. اعمل الحاجه اللي انت شايفها صالحه لنفسك. مفيش راحه في الحياه. التعب هو حاجه هتفضل معاك طول حياتك، مش هتنتهي غير بوفاتك. تقبل ان الحياه مرهقه وان الحياه هتكون دار تعب. اي شخص في حياتنا هو شخص مبتلى، كل واحد عنده الابتلاء الخاص بيه. مش لازم تكون عارف الابتلاء بتاع الشخص ده. الصوره مش بالجمال اللي انت شايفه على السوشيال ميديا. كل شخص زي ما عنده الجزء الناجح في حياته عنده برضه الجانب المخزي في حياته. مهما بذلت من مجهود وربنا مش موفقك صدقني مش هتوصل. ومان القراءه جدا مهمه. القراءه في الدين دي حاجه بتديك موتيفيشن وبتديك سعي اكبر من الكتب الغربيه. انا شخص بقرا كتير جدا كتب غربيه، ولكن الكتب اللي فعلا بتاثر فيها وبتفرق معايا هي الكتب الدينيه. عايز تتعلم انجليزي، تتعلم مهاره معينه، تقرب من ربنا، عايز تتحط بيها دينيه واسلاميه، هتلاقي الناس دي. حط نفسك بيها اللي شبهك. استعد للفرص من بدري. الفرصه بتيجي مره واحده، انت ما تكونش مدرك انها هتيجي امتى. اتعلم المهارات الكافيه اللي تخليك لما الفرصه دي تيجي تقدر تستغلها. احنا مش بنتحمل مسؤوليه غير لما نشيلها. شيل المسؤوليه عشان تتحمل المسؤوليه فعلا. الجواز شيء مهم جدا في الحياه. انت لما بتتزوج في جزء كبير جدا من عقلك ومن تركيزك بيكون رايح تجاه الموضوع ده، بعد كده بيتحول للشغل. المحتوى اللي انت بتستهلكه بيأثر جدا على حياتك وعلى نظرتك للحياه وعلى الخطوات اللي انت بتاخدها في حياتك. عادي انك انت تكون شخص عادي، مش كلنا لازم نكون فريلانسرز، مش كلنا لازم نكون جامدين جدا. في اشخاص لازم تكون عاديه. كل ميسر لما خلق له. ابدا اتعلم فريلانسنج من بدري. اتعلم انك انت تعمل فلوس من البيت من الانترنت. دي حاجه جدا اساسيه دلوقتي، وهي ديت اللي لها مستقبل بعد كده. كل ما الدنيا همك كل ما زاد تعبك واحباطك. هنقف لحد هنا لان خلاص المساحه اتقفلت. اتمنى الحلقه تكون فادتكم. خلال الفتره الجايه ان شاء الله هعمل فيديوهات كتير جدا عن الموضوع وهنكمل السلسله ديت. لو حابين تشوفوا منها بارت 2 قولوا لنا تحت في الكومنتات. لو الفيديو عجبكم اعملوا سبسكرايب ولايك وشير، ونشوفكم في الحلقه الجايه. سلام.